السلام عليكم غالياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم وصفه سهله ليه توجدوها كما راكم سلام. تشوفوا. فيها كوكا تجيكم مرقه، تحسبوا خدمتوها بلا بات فايتي وهي ما فيها لا بات فايتي لا مايزينا لا زبده التوريق لا حليب. لا سهله وليه توجدوها سيرتو هاد الفتره اللي راكم فيها. رانا مع الاختبارات تاع وليداتنا والصيام والطياب، والله الله المستعان. ربي يقدرنا ويقدركم وان شاء الله ربي يوفقهم ويفرحونا يا رب العالمين. كما قلت لكم خياتي وصفه سهله ليه توجدوها. قبل ما نبداو ما تنساو صلاة واش والسلام نحتاجو على في رسول الوصفه؟ الله. عندي كاس تاع الماء يكون دافي ونص كاس تاع الزيت وحبه تاع البيض. راح ندير غير البياض والصفار راح نخليه من بعد ندهنوا به الكوكا تاعنا. وعندي مغرف صغيره تاع خميره الحلوى والملح ورشه تاع السكر. وبالنسبه للفرينه راني حاطه 3 كيسان تاع الفرينه، ودوك نقول لكم شحال دات معايا. هنا جبت غيسيبيون نحط فيه الكاس تاع الماء ونزيد عليه نص كاس تاع الزيت ونخلطهم مع بعض غير بالفوي. ماشي لازم يكون عندك ميكسير ولا باتر، غير بالفويشه ولا راح تدي معكم شويه تاع الوقت. نخلطهم مليح مليح حتى نشوف الخليط بدا يبيض، التما نحبس. ودوك نجيب الحبه تاع البيض وكيما قلت لكم ندير غير البياض والصفار نخليهن من بعد. صدقوني البنات هاد العجينه راح تجيكم مقرمشه وتجيكم مرقه دوك تشوفوا، واقتصاديه، ما فيهاش الحليب، ما فيهاش مايزينا، ما فيهاش زبده التوريق، وما فيهاش عجينه المورقه. يعني سهله مهله، كلش كاين في الدار. كما شفتوا هنايا كنت درت بياض البيضه وخليت الصفار من بعد، ونزيد عليهم رشه سكر والملح ونخلطهم مع بعض. ودرك راح نبدا نضيف في الفرينه. هنايا راح ندير الكاس الاول تاع الفرينه. هي الفرينه كل اخت والفرينه اللي عندها، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا، بصح انا راح نقول لكم شحال دات لي بالضبط. وزدت الكاس الزاوج تاع الفرينه. انا ماذا بكم خياتي كما كل مره نقول لكم صيروا الفرينه تاعكم باش تجيكم هذيك لاباط ولا الحاجه اللي تكونوا ديروا فيها تجيكم خفيفه. بالنسبه لخميره الحلوى عندي مغرف صغيره، انا هنايا كنت استعملتها من قبل، والنص اللي بقى لي لميتها مليح مليح وخبيتها في بواطه تبقى كيما هي. ضفت لها مغرف صغيره تاع خميره الحلوى ثاني هي صيرتها. ونبدا نلم في العجينه غير بالعقل. وهنايا ماذا بكم تلموها غير بصبعتكم، ما تدلكوها ما تعجنوها، ما راح تتعبكم ما والو. نبدا نضيف الفرينه غير بالعقل. كي تحسوها بدات تتلم معاكم قلعوا هذاك الزايد اللي يكون في صباعتكم باش ما تبقاش تتلصق لكم، وتبداو غير تزيدوا في الفرينه حتى اللي تولي لكم قاصحه وماشي هذيك هي العجينه اللي تحتاجوها. هنا سي بون بدات تتلم معايا كما راكم تشوفوا. كانت دات معايا 2 كيسان، والكاس الثالث خليت منه حوالي 2 مغارف. نحطيتها على بلون دو طرافاي وبديت نعجن فيها غير بالعقل، يعني ماشي عجين اللي تعب، غير نلم فيها كما راكم تشوفوا. شوفوا هاد العجينه شحال خفيفه، شوفوا بالعين راهي تبان، تجيكم ما شاء الله تجي مقطنه وخفيفه ما تشبعوش منها. هنايا ندورها كيما هكا ونعاود نردها في الغيسيبيون ونغطيها ونخليها تريح ونروحوا نوجدوا الحشوه مع بعض. ودرك نحضروا مع بعض لافارس اللي راح نفارسيو بها الكوكا تاعنا. هنا كنت جبت مقله حطيت فيها الزيت وراح نضيف لها. انا هنا كنت درت 2 حبات تاع البصل كبار قطعتهم دي مغسول صغار. بالنسبه للحشوه تاعكم كل اخت ودير واش كان عندها في الدار. تقدروا ديروا بصل وطوماطيش، تقدروا تزيدوا عليها الزيتون تغسلوه مليح من الملح وتقطعوا ثاني هو دي مغسول صغار وتزيدوه. تقدروا الا ما كان عندكم والو طرافيو غير شويه تاع زروديه مع الكورجات والبصل والطوماطيش ثاني تجيكم مليحه. الا كان عندكم دجاج مقبل ثاني تقدروا تضيفوه، ولا فيونداشي بولياشي، يعني اي حاجه تقدروا تغسلوا بها الكوكا تاعكم. المهم تجربوها متاكده راح تعجبكم. من بعد اللي تبان لي هذاك البصل مليح نزيد عليه طماطيش. انا هنايا كنت بلعتها هذيك القشره وقطعتها ثاني هي بمغسول صغار ونقليهم مع بعض. ونزيد عليهم مغرب صغيره تاع طماطيش كونسونطري والملح ولي زيبيس ما راحش ندير لها، راح ندير لها غير شويه تاع فلفل كحل هذا مكان. نحركهم مع بعض، نحاول نحلل هذيك الطماطيش اللي درتها ونزيد عليهم نص كاس تاع الماء هذا مكان باش ما تجيكمش ميها. ونزيد لهم وريقه تاع الرند ونخلي لافارس طيب في غرضها، نقص لها للنار ونخليها طيب. هاي لكم من بعد ما وجدت لافارس تاعنا كما راكم تشوفوا فيها تجيكم ناشفه وما تجيكمش ميها.
نخليها بجيه ونكملوا مع بعض. ودرك جبت لاباط تاعنا من بعد ما كانت ريحت مليح. هذه لاباط خياتي متاكده راح تعجبكم الا جربتوها، ما راحش تعذبكم في الخدمه. كما شفتوا في الاول كانت مليحه وطريه، ودرك كي زدنا خليناها ريحت راح تزيد تطرى اكثر وما تعيناش في الخدمه. شوفوا كي راهي خفيفه في يدي. ها ماما هاتي نقربها لكم تشوفوها. كيما راكم تشوفوا فيها راهي طريه ما شاء الله عليها وسهله، ما تكلفكم لا في الوقت لا في الصوالح اللي راح تخدموا بها. وفي هذه المرحله واش راح ندير؟ نجيب العجينه ونديرها حربوش طويل، ما راحش تعذبكم في الخدمه. كما قلت لكم راهي خفيفه كيما هكا، ونقسمها في الوسط، ومن بعد كل نصف نقسمه على زوج. راح دير لي 4 كويرات، ونبقى ندور فيهم، واللي تجيني زياده على الاخرى نقسم منها ونزيد في الاخرى عادي باش نجيبهم متساويين كيف كيف. كما راكم تشوفوا هنا كانت بانت لي هذه راه فيها بزاف، ونبقى نمشي فيها كيما هكا باش تتكور مليح ونحطها ونكمل بنفس الطريقه. نبقى نكور فيهم كيما هكا. هنا ماذا بكم ديروهم متساويين باش ما يعذبوكمش، ومن بعد كي ديروا وحده فوق وحده ما يبقاولكمش هذوك الزوائد. نحطهم بجيه ونبدا بالوحده، نرش الفارينه ونحلها امامكم. هنا كنت بسطتها شويه بيدي ونكمل بالحلال. ما راحش تدي لكم وقت بزاف هذه المرحله، لا خاطر العجينه تاعكم راهي خفيفه وما راحش تتعذبوا معاها. من بعد ما حليتها كيما راكم تشوفوا هنايا نرفدها بالحلال ونحطها بجيه، ونكمل بنفس الطريقه. نجيب واحده اخرى نرش عليها الفارينه نبسطها بيدي، ومن بعد نحلها بالحلال. هنا حاولوا كي تحلوها جيبوها على قياس الاولى باش تجيكم الخدمه سهله. ودرك راح ندير عليها المارغرين، كنت ذوبتها من قبل وخليتها بردت شويه. ندهن الوجه تاعها مليح ونجيب عليها الاولى اللي حليناها مع بعض نحطها فوقها. وهنا نبقى نطوي فيها تاني، نعاود ندهنها الوجه تاعها، ونبقى اشاك فوا كل ما نطويها ندهنها بالمارغرين كما راكم تشوفوا. الطريقه راهي واضحه وسهله. نكمل بنفس الطريقه. هاي ليكم المارغرين هو اللي راح يخليها لنا تجي مورقه، وهذيك الطريقه اللي نطوي فيها هي اللي راح تزيد تخليها تورق اكثر. نغطيها بسيلوفان ونحطها في طبسي وندخلها الكونجيلاتور تبرد. علاش راح نديروها في الكونجيلاتور؟ لخاطر راح يساعدنا من بعد في الخدمه تجينا سهله باش كي نحلوها تكون هذيك المارغرين جابده وما تعذبناش في الخدمه. من بعد ما خليتهم ريحوا مده 10 دقائق في الكونجيلاتور جبت وحده رشيت الفارينه ونبقى نضغط عليها هكا في الحلال باش تمشي معنا مليح، باش الا كانت المارغرين جامده في كاش بلاصه راح نمشيوها ونبقى نحل فيها. هنا كي تحلوها حلوها على حساب السنين تاعكم، كل اخت وسنين اللي عندها. وهنايا في هذه المرحله راني ديجا غير جربوها ما راحش تندموا فيها. هذه لاباط راح تولوا معتمدين عليها، وبغيت ناكد لكم كلامي. شوفوا كي راهي مفخفخه وطالعه، راهي دايره هذوك البوليطات، يعني ما شاء الله. متاكده الا جربتوها ما راحش تندموا عليها، راح تولوا معتمدين عليها كيما انا. وهنايا من بعد ما حليتها مليح نجيب السنين اللي راح ندخلوا للفرن ونحطها. كيما هكا طريقه سهله. ونضغط عليها في الجناب ونقلع هذوك الزوائد. هنا الا كان السني تاعكم كبير راح تجيكم كامله، انا قلعت غير شويه ماشي حاجه كبيره. ونجيب هذيك لاباغس نحطها ونمشيها غير بالظهر تاع المغرفه، نبقى نمشي فيها حتى نغطي كامل لاباط. وهنا كاضافه باش تزيد لكم بنه كان عندي فرomاج بورسيون، نتوما الا ما كانش عندكم عادي تقدروا غير بهاد لاصوص اللي درناها وتجيكم بنينه. غير شواله الفرماج راكم عارفين يزيد لها بنه، وزدت عليها الفرomاج غابي من الفوق. ونكمل بنفس الطريقه نحطها بجيه ونجيب هذيك من الكونجيلاتور نحلها بنفس الطريقه اللي حلينا بها الاولى. ضغطت عليها في الاول ومن بعد حليتها. ونعاود نرفدها بالحلال ونحطها فوق لافاغس كيما راكم تشوفوا. وهنايا حاولوا تسويوها مليح، يعني تقموها مليح باش ما تخرج لكمش هذيك لافاغس. نضغط عليها في الجناب هنا باش تساعدكم تدخلوا صباعتكم في الفارينه وبقاو تضغطوا عليها وقلعوا هذوك الزوائد باش تجيكم الخدمه تاعكم متقونه ومساويه وتجيكم متحوفه وشابه. كيما راكم تشوفوا هنا ندير صباعتي في الفارينه ونبقى نضغط عليها في الجناب. وهنا كنت جبت خدمي. هنا كي تقطعوها حاولوا توصلوا الخدمي تاعكم حتى لاباط اللي راهي لتحت، يعني حتى العجينه التحتانيه باش هكا تجيكم باينه كيما راكم تشوفوا.
راني نقطع فيها حتى لتحت، يعني مانيش غير نطراسي. هنا بالنسبه للتقطاع كل اخت تقطعها كيما تبغيها كبيره تبغيها صغيره. انا هنا كنت مقلقه شويه، بنتي كانت تبكي، سما قطعتها ليه ونعاود نقطعها في الوسط باش تجيكم خدمه سهله وباينه، باش تعرفوا شحال راح ديروا من هي وشحال راح ديروا منا. ونعاود نقطعها منا مره ومنا مره هكا يجوكم متساويين ويجوكم على حبه. وحنايا قبل المرحله الاخيره، يعني قبل ما راح نطيبوها، راح ندهنوا الوجه تاعها بصفار تاع البيضه اللي كنا خليناه في الاول. كنت ضفت له مغرف تاع الخل وزوج مغارف تاع الحليب باش تفاداو هذيك الريحه تاع البيض. ندهن الوجه تاعها كامل. وبالنسبه للتزيين كل اخت وتزينها بالشي اللي كاين عندها. انا هنايا درت ورقه تاع المعدنوس وفوقها حبيبه تاع الزيتون، تعجبني الريحه تاعو. تقدروا ديروا سانوج ولا جنجلان ولا زيتون اخضر، اي حاجه كانت متواجده عندكم. نكمل بنفس الطريقه. وما تنساوش الفور تاعكم ولا الكوشه تكون حاميه، يعني لازم تسخنوها مليح باش كي تدخلوها مع هذاك الحمان اللي يكون قوي راح تتفخفخ لكم وتجيكم مورقه. هذا تاني سر باش تنجح لكم الكوكا تاعكم. نكمل بنفس الطريقه حتى نزينها كامل. ودوك راح ندخلها طيب. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفور ديروها على 180 درجه، واللي عندهم كوشه شعليلها من التحت ومن الفوق تكون قويه. ونوريها لكم كيفاه جات. هاي لكم خياتي الكوكا تاعنا كيفاش جات، راهي تبان تسخف صراحه، جات تشهي. بناتي فرحوا بها وحتى راجلي عجبته بزاف. وكما قلت لكم ما فيهاش مايزينا، ما فيهاش زبده التوريق، وما فيهاش لاباط فايتي، وما فيهاش الحليب. يعني راهي وصفه روعه سهله واقتصاديه وتفرحي عائلتك. دوك نقربها لكم تشوفوها كيفاه جات. كما راكم تشوفوا فيها جات خفيفه جات مرقه. ودوك نقسمها لكم تشوفوها. شوفوا كيفاه راهي يجوا باينين هذوك طبقات وتجي خفيفه ما تشبعوش منها. دوك نعاود نقربها لكم تاني تشوفوها اكثر. شوفوا التوريق كيفاه راهو طالع وتجيكم خفيفه. صدقوني البنات الا جربتوها راح تولوا معتمدين عليها، ما كانش اسهل منها. انا هذه الوصفه توجور نديرها اقتصاديه ومتكلفنيش، من بكري نديرها ونفرح بها عائلتي. دوك نقسم لكم تشوفوها كيفاه جات من الداخل، وشوفوا شحال راهي خفيفه في يدي. كيما راكم تشوفوا حبوباتي. دوك نقرب لكم تشوفوا مليح هذوك الطبقات. اون ديغي خدمناها بلا بات فايتي ولا زبده التوريق ولا الحليب مايزينا، هذوما كاع ما كانش، وتجي مرقه وهشيشه ومقرمشه. شوفوا كي راهي فيها طبقات من الداخل. نتمنى تجربوها، متاكده راح تعجبكم وما راحش تستغناو عليها. خليكم تسمعوا القرمشه. كما سمعتوا القرمشه اللي فيها، وشوفوا شحال راهي خفيفه. انا هنا ما قبل كانوا بنياتي كلاو منها ربي يحفظهم، تاني نتوما فرحوا وليداتكم وعائلتكم. كانت هذه هي الوصفه، متاكده راح تعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وبارطاجوا الوصفه مع خياتكم وحباباتكم.